اليوم الاخبار كثير حلوه يا مدريديستا وبتهم كل واحد بشجع ريال مدريد، بس اول شيء اوعى تنسى اللايك والفولو يا كبير. يلا اسمع معي الاخبار. بدايه مع ايدر ميليتاو اللي هو المفروض كان مصاب، لكن اليوم طلعت الاخبار انه ميليتاو تعافى من الاصابه بنسبه 100%، وهو بكل تاكيد جاهز لمباراه ريال سوسيداد. كمان مندي اللي كان المفروض انه مصاب تعافى بنسبه 100% من الاصابه وجاهز لمباراه ريال سوسيداد. اما بخصوص جود بيلينغهام فعمليه تعافيه سارت بشكل غير متوقع ابدا، حتى الطاقم الطبي لريال مدريد كان مستغرب من عمليه تعافي بيلينغهام وكان متوقع انه راح ياخذ وقت اطول لحتى يرجع، لكن امور بيلينغهام جدا بخير واحتمال كثير كبير يشارك بمباراه ريال سوسيداد. وبخصوص تشاوميني حالته جيده نوعا ما، لكن في شكوك حول مشاركته قدام ريال سوسيداد، فهو حاليا غير جاهز بنسبه 100% والنادي ما بده يخاطر فيه ابدا. اليوم كل اللاعبين اللي كانوا بتوقف الدولي رجعوا وتدربوا مع الفريق بشكل طبيعي، يمكن باستثناء رودريجو فينيسيوس. انا لحد هاي اللحظه ما شفتهم بالتدريبات ابدا، ممكن بعد ساعتين يطلع لهم صور بالتدريبات، ما عندي فكره ابدا عن الموضوع. بالنسبه للمدافع